انا بقالي فتره كبيره جدا منع اكل من بره تماما، فبعمل كل اكل بره لبناتي في البيت. بجد بيبقى طعمه احلى بكتير، وكمان ببقى واثقه انا عاملاه ازاي وباكل ولادي ايه بالظبط. شايفين الساندوتش حلو جدا، طعمه حلو قوي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا غايه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف عملنا الساندوتش الجميل ده ازاي. انا عندي صدور دجاج، انا مقطعاها بالشكل ده كده، مش بانيه، مش رفيع خالص. سايباها تكون سميكه شويه كده. بعد كده هدقها. طبعا الصدور دي انا غسلتها كويس جدا، وبعد كده قطعتها بالشكل ده وهدقها كده. شايفين السمك بتاعها قد ايه؟ تعالوا بقى نتبل الصدور. عندي كوباية زبادي، ربع كوباية لبن. هحط بصل باودر وتوم باودر وبابريكا، واحط فلفل اسود، وهحط كمون، وهحط الملح. وانا حطيت معلقة هريسة سبايسي، او ممكن لو دي اختياري لو انتوا حابين، بس هي ادت تيست حلو قوي للطعم. هقلبها بالشكل ده كده. بعد كده اما الخليط كله يتجانس مع بعضه، هبتدي احط الصدور بالشكل ده كده. وانا الصدور دي تبلتها من قبلها بيوم، يعني تبلتها من بالليل وسبتها في التلاجة. هغطيها بقى واسيبها في التلاجة. طبعا لما الحاجة بتبقى متبلة من قبلها بفترة بيبقى طعمها احلى. ده كان تاني يوم. هقلبها تقلبتين كده. عندي بقى كوبايتين دقيق، هحط عليهم نص كوباية نشا، وابتدي احط عليهم التوابل اللي هي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، وملح. هسيب لكم المقادير بالظبط ان كنتوا بتشوفوني على الفيسبوك او على اليوتيوب او على تيك توك. هسيب لكم المقادير بالظبط. بعد كده هقلب الخليط ده مع بعضه كده. وابتدي انزل بالصدور، واعمل لها الكفر بتاعها يبقى سميك شويه. هضغط عليها بايدي كده واغلفها بالدقيق كويس، من الناحيتين، من الناحيه دي شويه ومن الناحيه التانية شويه، بالشكل ده كده كذا مره. وارجع اقلبها تاني واضغط بايدي كده بالشكل ده عشان الكفر يبقى متماسك عليها. هعمل كل الكمية بنفس الشكل كده، وبعد كده هحطهم على حاجة. طبعا مش هحطهم على بعض. عندي بقى طاسة سخنة حاطة فيها زيت، وهنزل بالصدور كده. اما تحمر بقلبها على الناحيتين، وبعد كده بطلعها على شبكة او على حاجة بالشكل ده كده. عندي بقى العيش، انا بحب احمصه كده، بيفرق طبعا في طعم السندوتش جدا. بديله تحميصة كده بحتة زبدة زي ما انتوا شايفين كده. عندي بقى الحاجة جاهزة. عاوزة اقول لكم ان انا المخلل الخيار ده انا عملته في نفس الوقت اللي انا بعمل فيه الاكل، طلع حلو جدا معايا. ان شاء الله هبقى اعمله لكم وهقول لكم انا عملته ازاي. شايفين حلو قوي. طبعا ممكن تحطوا اي حاجة انتوا عايزينها في الساندوتش، اي حاجة بقى انتوا حابين حطوها براحتكم خالص. شايفين الفراخ جميلة ازاي، مستوية من جوه ومقرمشة من بره، بجد تحفة، طعمها كان حلو جدا. هبتدي بقى اعمل الساندوتش. هحط الصدور، وبعد كده هحط الجبنة، وهحط الخس، وهحط الخيار، واي حاجة انتوا حابينها حطوها. الخيار ده انا عملته في وانا بعمل الاكل. غليت مية وقطعت رفيع كده، وحطيت شوية سكر وشوية ملح وشوية شطة، وحطيت فص ثوم، وغلي بس حوالي 3-4 دقايق كده على النار. وبعد كده كان جاهز معايا للاكل. كان طعمه حلو قوي.
وكمان انجزني. شايفين الساندوتش حلو جدا، طعمه حلو قوي، جربوه ان شاء الله يعجبكم، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وشاركوا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.